بمحرك سيدي علال المصدر الذي تشارك فيه 37 صربا من الشرفاء المغاريين والقبائل المجاورة، يتبارى أزيد من 500 فارس، وذلك في النسخة الثالثة من هذا الموسم التقليدي للبوريدة. هو اننا نخلقوا واحد الجسر ديال التواصل بيننا وبين الناس ديال القبائل اللي هي قريبه منا، وعندنا واحد العلاقه اخرى وطيده بيننا وبين الفرس، وكنحيوا التراث الامازيغي والتراث الاصيل ديال الفروسيه والفرس اللي عنده واحد الدلاله كبيره للمغرب من طبيعه. التظاهرة تأتي تشجيعا لتربية الفرس البربري والحفاظ على التراث المغربي الأصيل. الهدف هو تشجيع الفرس وتشجيع هذا الفنون ديال الفروسيه، لان المنطقه مشتهره بهذا الفنون، وكذلك تنشيط الساكنه اللي كتقبل على واحد الموسم اللي هو يعني موسم فلاحي وموسم دراسي ديال العمل. الدورة الحالية لموسم سيدي علال المرصد تميزت بمجموعة من الأنشطة، منها تنظيم الألعاب البهلوانية والرياضية لفائدة أطفال الساكنة القروية، إضافة إلى تنظيم ندوات ثقافية.